بنت منتقبة كانت عايشة في لندن وعندها واحدة صاحبتها مش مسلمة، راحت لها البيت عشان تدعوها للإسلام. البنت فعلا ارتاحت لكلامها قوي وبدأت تفكر. خلصت معاها اتفاجئت إن الساعة بقت 2 بالليل ولازم تروح لأن أمها مريضة، وقالت لها ما تقلقيش هركب المترو، لأن المنطقة اللي كانوا عايشين فيها كانت مش أمان أبدا. وهي واقفة في محطة المترو شافت راجل شكله مرعب ومخيف جدا، اترعبت وقالت لنفسها ده أقل حاجة يعملها معايا إنه يقتلني، ونسيت كل اللي كانت حافظاه ما عدا دعاء اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فضلت تقول لغاية ما وصلت واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. لقيت الراجل عمال يبص لها جامد قوي وسابها ومشي. روحت البيت لقيت في الاخبار بيقولوا راجل قتل بنت في محطه المترو، وعرضوا صوره الراجل اللي كان بيبص لها. استغربت جدا، راحت له تاني يوم القسم سالته انت عارفني؟ قال لها طبعا قابلتك في المترو. قالت له طب انت ليه ما قتلتنيش؟ قال لها ازاي اقتلك وانا شفت راجلين كبار جدا واقفين معاكي. البنت حمدت ربنا على حفظه ليها وفعلا تحصن دايما بذكر الله.